على الوزارات أن تسمح للجمعيات الخيرية أن تجمع السلاح والأموال للمجاهدين، كما يجمع فلان وعلان للحزب وإيران، وكما تفعل الجمعيات في الجمعيات المناصرة لهذا المذهب الرديء الفاسد. ينبغي لنا أن نسمح. أنتوا تدرون ايش قاعد تسوون؟ أنتوا قاعد تهدمون البلد، قاعد تسببون انحساسات وعداوات وبغض وكراهية، وعلى شنو؟ لا، وقاعدين تربون عيالنا على التفرقة وتعلمونهم شلون يكرهون بعض. والله اللي قاعد تسوونه غلط. ارحموا نفسكم، ارحموا هالبلد. ليش يا ناس ليش؟ الكويت عمرها ما كانت كذي. ايش فيكم انتوا؟ ايش فيكم؟ السني كان يتعايش مع الشيعي، والشيعي كان يتعايش مع السني، ياخذون من بعض ويتزوجوا من بعض، يسافروا مع بعض. ليش كل هالامور هذه ليش؟ السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. انا ابراهيم البحراني شيخنا. يا مرحبا فيك. حياك الله شيخنا. شيخنا انا شفت لقائكم في قناة اليوم مع الشيخ نبيل العوضي. طيب. واللقاء منشور في اليوتيوب. نعم. منو تقصدون شيخنا بأتباع المذهب الرديء الفاسد؟ تعال شرف علينا، تفضل عشان نقول لك شو من نقصد. الحين انا قاعد اسالك شيخنا. طيب خلينا نبي نتشرف ونشوفك، نسلم عليك ونتعرف عليك عن قرب يعني. احب الفت نظركم شيخنا بان هذا المنهج هو خلاف منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ولا تنابزوا بالألقاب، وايضا هذا المنهج هو خلاف منهج العقلاء. شيخنا أنا أختلف معاك في المواقف السياسية على حسب قناعاتي وعلى حسب قناعاتك، وهذا حقك تختلف معاي، وحقي أني أختلف معاك في المواقف السياسية، لكن أني أنا أقحم المذهب والطائفة في خلافنا هذا خلاف منهج العقلاء. أيضا هذا المنهج لا يخدم مشروع الوحدة الوطنية ويخالف قانون الوحدة الوطنية. فمن الناحية الشرعية ومن الناحية العقلائية ومن الناحية القانونية منهجك مخالف شيخنا. يلا يا أخي أنا مزحوم، لكن شرفنا والله يحييك. شلون ينقطع؟ شيخنا دكتور، شيخنا دكتور، والنبي يجمع شملنا واحنا للباري عبيدا، مكة قبلتنا.